السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفيني حط لايك للفيديو واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علامة الكل عشان هنزل لكم فيديوهات جميلة. وتابعوا معايا الفيديو للاخر. تمام كده تمام كده، يلا نخش على الفيديو. خش على الفيديو اللي حمدي نزل ستوري الصورة بتاعته وعمل ضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا بسبب الصورة دي. وقال ايه؟ انا خلصت خلاص، تحبوا الفيديو ينزل امتى؟ زي ما انتوا شايفين كده. انا يعني هو انا وصلت 50,000 لايك، هينزل الفيديو حالا. هو عايز الصورة دي ينزل عليها 50,000 لايك وهينزل الفيديو حالا. شو بقى ازاي ان حمدي، بصوا بقى، مصور في مكان فظيع جدا، بالدليل ان حمدي كده بيحضر مقلب محترم جدا جدا جدا، ودخل عليهم بالدخلة الحلوة دي. فهو مستني الفيديو يوصل 50,000 لايك، بس للأسف الصورة موصلتش 50,000 لايك. هو كان منتظر ان الصورة دي توصل 50,000 لايك وكان هينزل فيديو. بص بقى حمدي، اصلا تصوير الصورة دي غريبة جدا جدا جدا. يعني هو راح في المكان دوت وقعد فيه، وكيس كده مش عارفة قعد جنب الكمامة، وفي مخدة جنبه وفرشة. يعني هو اصلا كان عايش هنا؟ لا استحالة. هو بقى جاي بفيديو ان هو يعني كان عايش هنا وكده؟ لا مش معقول. هو حب بقى يوصل الفكرة دي عشان خاطر يخلي المقلب بقى ايه، سخن كده وحلو كده ونازل بمقلب جامد جامد جامد. ما اعتقد، بس هو ناس كتيرة جدا قالوا ان هو كان عارف موضوع المقلب دوت، ولما شغل الكاميرات المراقبة فقفش وعرف الدنيا ايه وتمام التمام. بالدليل ان الحاج جابر والحاجة سعدية لما نزلوا ستوري وقالوا يا حمدي احنا خلاص ماشيين، تعالى وعشان نسلم عليك ونشوفك، وما ينفعش تسيبنا زعلانين، واحنا ما ينفعش نسيبك كده، ومش اول مرة تعمل مقلب، والكلام ده اكيد كلكم شفتوه. بالدليل ما سافروش مصر لحد الان، ان هم قاعدين. فهم كانوا عايزين يعملوا بس كده ايه، شوية كلام كده عشان حمدي يعرف ان هم خلاص مسافرين، ويروح يلحقهم ويشوفهم. بس حمدي برضو ولا راح ولا جه. عايزين نشوف بقى الفيديو حمدي هينزله، بس مستني ان الصورة ديت تجيب 50,000 لايك عشان هينزل الفيديو، ونشوف بقى المقلب اللي حمدي عمله. وهل يا ترى ناس كتيرة قالت هو يعرف المقلب دوت ولا ما يعرفوش؟ مش عارفة الصراحة. يعني انا كنت شايفة في الفيديو نفسه بتاع المقلب اللي كانت عاملاه فيه وفاء ان الحاجة سعدية كانت بتضحك لما هو كان بيعيط وكده، وكانت بتضحك. ومش عارفة هو كان بيعيط بجد ولا ايه، بس انا والله من منظر انا نفسي عيطت على حمدي. فمش عارفين بقى المقلب دوت آه، حب يسبق المقلب، يعني حب يوريه لها تاني وفاء ولا ايه؟ فادينا قاعدين ومنتظرين وهنتفرج، احنا ممرناش اي حاجة. بس هو عايز ينزل المقلب بتاعه في توقيت غريب جدا، توقيت الناس اصلا مش فاضية، لان النهاردة نتيجة الثانوية العامة. ربنا يفرح كل ام يا رب ان شاء الله. فاحنا منتظرين عشان نشوف المقلب دوت ونشوف بقى حمدي. وغير كده هو اصلا يا جماعه بصوا، انا المقلب على قد ما دخل في دماغي، على قد لما قعدت اتفرجت عليه تاني وتالت، مفيش حد يا عم يسيب الذهب بتاعه والفلوس. يعني ما شاء الله عليهم. حمدي بيقولك ان كان في كميه فلوس اكتر من الذهب بتاعه وفاء. فمفيش حد هيسيب الذهب بتاعه والفلوس في فرن، وهم مش عارفه قاعدين كام يوم مسافرين، وهيسيبوها في فرن والجو ده. لا مفيش اصلا الكلام ده ممكن يتعمل قبلها بساعه، قبلها بساعتين، نيجي بالطريقه ديت. لا ما انا الحته دي ما دخلتش دماغي خالص جدا، خالص خالص خالص. فمش عارفه دخلت دماغكم ولا ايه؟ قولوا يا ريت لو حد بيسمع لنا يقول رايكم في الكومنتات. عايزين نشوف بقى الفيديو بتاع حمدي، وعايزين نشوف رد فعل وفاء، وعايزين نشوف رد فعل الحاج جابر والحاجة سعدية، وهل هم يعرفوا ان حمدي بيعمل فيهم مقلب. بس انا
حاسه ان حمدي كلمهم وعرفهم ان هو عايز يرد المقلب لوفاء، بس بمقلب سخن جدا جدا جدا. بجد مقالبهم تحفه، والناس نازله لهم بكميه كومنتات: احنا عايزين مقالب، يلا يا حمدي يلا يا حمدي. شغالين الناس بصوا زي فريق الكوره ان هم مستنيين هوب يلا جون يلا جون، مستنيين حمدي ان يعمل مقلب جامد جدا جدا، والناس مشجعاه. السلام عليكم.